اول ما بدات اتعلم تصوير ما كنتش لاقي مرجع قوي اعرف منه الاساسيات، وخصوصا زوايا التصوير والاضاءه والفكره وطريقه الكلام. وقتها اخدت قرار ان ابدا واجرب واتعلم، والنهارده في محاوله تغيير او تحسين السيت اب بتاعي. ازاي تحول اضاءتك من كده لكده؟ الموضوع بكل بساطه انك بتطفي كل النور اللي حواليك وتبدا بقى تعمل سيت اب للاضاءه من جديد. اول حاجه عملتها ان خليت في اضاءه ورايا بالشكل ده. طب ده فايدته ايه؟ ده فايدته ان هيكون منظر احسن، وهتدي خلفيه كده، يعني ايه هتدي خلفيه بدل ما الحيطه تكون بس اللي ظاهره او حيطه بيضه خالص او اضاءه بيضه يعني. فهتدي ايه منظر. طيب تاني حاجه عملتها ان انا عملت هنا في الاضاءه التانيه فشغلتها بالمنظر ده. دي هتعمل ايه؟ دي هتدي هنا ايه في اضاءه. انت لو ملاحظ هنا منوره وهنا في ظل، فدي ميزتها اللي هتدي ايه الاضاءه هنا. دلوقتي محتاجين اضاءه تكون على الوش علشان تظهره، هتكون بالمنظر ده. دي هتدي ايه زي ما انا قلت الاضاءه في الوش. هتكون هنا الاضاءه في الوش. معرفش الاضاءه مظبوطه ولا لا، بس لو مش مظبوطه هتكون بسبب التليفون. هتدي الاضاءه ايه في الوش هنا. طيب دلوقتي محتاجين ايه؟ دلوقتي محتاج في اضاءه تدي الجنب ده. المفروض الاضاءه دي تكون ازرق مثلا، بنفسجي، اي حاجه تميز عن اللون، تكون مختلفه عن اللون الابيض. بس احنا عشان متوفر عندنا الابيض بس اضاءه بيضه، فهنخليها ايه اضاءه بيضه دلوقتي. بس عيب الاضاءه دي هتدي ايه الخيال اللي هنا. بس هنحاول نحلها ايه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. هتكون بالمنظر ده. مديه هنا اضاءه. انت لو ملاحظ كل الاضاءات مبينه. عندك الاضاءه الصفراء اللي ورايا ظاهره الخلفيه اللي ورا. عندك الاضاءه دي ظاهره الوش هنا. انت لو اهي كده مش ظاهر. طب كده افضل شويه. عندك الاضاءه دي جايه من فوق، والاضاءه ديت مديه ايه مخفيه مثلا ايه الظل اللي كان هيكون في الجنب ده. بس ده كده سيت اب بتاعي. دلوقتي بقى ايه بمناسبه السيت اب، فعايزين ان نضيف هنا شويه حاجات. كتب مثلا، زرع، اي حاجه. موجود عندي الزرع ده، فانا محتاج احط ده في اي مكان ورا مثلا عشان مثلا ايه تدي خلفيه افضل. عندي زرع تاني، عندي كتب مثلا محتاج احطهم ورا، او ينحطوا ازاي؟ لا ورا هنا لا هنا. فانت اقترح لي مثلا كذا اقتراح كده ايه نجربه مع بعض. بمناسبة السيت اب الجديد، فمحتاج اتكلم معاك في نقطة مهمة، الا وهي الدعاء. ايوه زي ما سمعت كده الدعاء. يعني مثلا لما انت تدعي اكيد بتتسائل ليه الدعاء بيتأخر، او ليه ما بيستجبش بسرعة، او ليه ربنا بيأخره عليا. كل الاسئلة دي اكيد انت بتسألها. فانا هقول لك عن الحكمة في تأخير الاجابة او الدعاء. قالوا عن الحكمة في تأخير الاجابة عن بعض الداعين، يقول ابن الجوزي: رأيت من البلاء العجاب ان المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى الطب. ولقد عرض لي من هذا الجنس، فإنه نزلت بي نازلة فدعوت وبالغت فلم أرى الإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، فطار يقول: الكرم واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب؟ فقلت له: اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاضي ولا أرضاك وكيلا. ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك في محاربة العدو فكفى في الحكمة. يعني لو ما فيش حكمة في إن ربنا يأخر الإجابة عني علشان إن إبليس يجي يكلمني أو الشيطان يجي يكلمني وأنا أصرفه عني، فكفى بالحكمة. أنا مش عايز إلا الحكمة دي، فأنا راضي بيها. قلت: فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. فقلت: ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وللممالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه. والثاني أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء مصلحة، والحق أن الحكمة لا تقضيه، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. والثالث أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. والرابع
أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، فربما يكون في مأكولك شبهة، أو قلبك وقت الدعاء في غفلة، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. فابحثي عن بعض هذه الأسباب لعلك توقنين بالمقصود. والخامس أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أصلح. والسادس أنه ربما كان فقد ما تفقدينه سببا للوقوف على الباب واللجئ، وحصوله سببا للاشتغال عن المسؤول. بس ده كان كلام عن الدعاء من كلام ابن الجوزي، فالله المستعان. بكده نكون خلصنا فيديو النهارده. بعتذر عن الشكل ده، بس الجو يعني اكيد انت عارف يعني. فبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، ونلقاكم في فيديو جديد، ومع السلامه. سبسكرايب.